السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباحكم همة ونشاط كده. النهاردة بقى خلاص يوم الرحلة هنقضيه مع بعض. بس أول حاجة هنعمل التتبيلات اللي احنا عملناها معاكم المرة يعني الفيديو اللي فات. خلاص بقى هنسويها النهاردة. قمت كده حوالي الساعة 3 الفجر ونمت. هي نص ساعة واحدة فصدعتني أصلا، صدعت لي دماغي. فالنوم أصلا حاجة ساعة واحدة أو نص ساعة ده بوجع الدماغ أكتر يعني. المهم كده حطيت شويه قهوه كده. ما شربتش القهوه دي من ايام قبل ما احمل في مالك. يعني يجي بقالي سنه ونص ما شربتش قهوه. وانا حامل ما بمنعها خالص، وانا برضع بمنعها خالص. لغايه ايه بقى كده ما نرجع تاني للقهوه. الحقيقه كان نفسي فيها قوي، وكان دماغي مصدع جدا جدا جدا. انا من الناس اللي بتعشق ريحها بس بتاع القهوه، بعشق ريحه القهوه. خلصنا كده كوبايه القهوه الحلوه دي، جاي بعد غياب بس جايه جميله قوي. المهم كده خلصتها، وتعالى نشوف هنعمل ايه مع بعض. علشان اشوف الاول الاكل اللي احنا خدناه وعملناه ازاي. احنا تبلنا المره اللي فاتت، نشوف بقى ونشوف يومنا هيتقضى ازاي. النهارده خلاص اليوم الموعود. صباحكم كده هنا وفرح، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يسعدكم، اللهم امين. انتوا حبايب قلبي، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، ولا من تعليقاتكم ولا من كلامكم الحلو. ببقى فرحانه جدا جدا جدا، بتدوني انرجي طاقه كده. اما بسمع كده تعليقاتكم وبقرا تعليقاتكم بتلاقي يعني مبتسمه من هنا لهنا كده. يقول لك فاتحه بقها. هو كده بالظبط. فببقى مبسوطه جدا وببقى فرحانه بكل كلامكم. يا ريت محدش يمنع الكلام بكتبه. يا ريت الناس اللي كانت بتكتب لي تعليقات وبتتفرج في صمت، لا ارجعي اكتبي لي تعليقات. بتفرحني بطريقه فظيعه جدا. فهي دي حاجة حلوة انك تفرحي بني ادمين، إن تفرحي اختك المسلمة او كده. حاجة جميلة جدا، حاجة حلوة جدا انك تبي تعليق تخلي انسان فرحان بيه او مستنى تعليقك ده. فدايما اكتبوا لي تعليقات كتير. تمام. دايما الرحلة بقى هنشوف بقى التتبيلات اللي تبلناها. الفراخ انا كنت قايله لكم على التتبيلة بتاعتها، كانت تتبيلتها حلوة جدا جدا جدا. حطيت عليها المفروض، معلش السلام عليكم، المفروض انا مقطعه لكم الفراخ دي على اساس ان هي هشويها على الفحم. بس خلاص ما عادش وقت وما اقدرش اقوم الساعه 3 اولع فحم. وكمان الصداع هيشتغل بقى والجوب الانفيه هتشتغل والدنيا كلها تشتغل، وهتلاقيني مصدعه طول النهار ومن بدري. فقلت لا، احنا رايحين على سفر، بلا فحم بقى بلا بتاع بلا ولع. هنحطها كده في الفرن وفي الاخر ايه، نولع لها فحميتان كده حلوين. وبعد كده هتاخد ريحه الفحم وتبقى زي الفل. عملت الفراخ وبعد كده وقفت بقى جبت عصير من الشيش عشان اتبل ايه الكفته. ميه البصل كنت حطاها في التلاجة ومقفله عليه، فكانت زي الفل، ما كانش فيها ريحه ولا اي حاجه. واتاكدت من كده وجبتها بقى علشان اصبع بيها الكفته. صباع كده، صباع صباع صباع. هنبدا بقى نصبع الكفته كنا نرجع بس الفراخ عشان ما تطلقش التتبيله. طماطم وفلفل وبصل وليمون وكل ده كده في الخلاط بقى. وتوابلك بقى، توابل بقى فراخ، بابريكا، انا بنسى الكلام ليه مش عارفه، مفيش في كلمه راضيه تركب في دماغي. ورق لوري، حبهان، كل التوابل اللي انت بقى بتحبيها بقى وبتفضليها في الفراخ حطيها، بتدي ريحه حلوه جدا وطعم حلو قوي. وبعد كده بتحط عليها شويه معلقتين من اللبن او الزبادي علشان يطروها، وخل وليمون، وكل ده بيكون حلو معاكي. طبعت الكفته زي ما انتم شايفين بميه البصل، الخله بميه البصل ببلها، والكفته ذات نفسها. وبحطها في الفرن كده 10 دقايق بس. الكفته ما تقعدش كتير في الفرن عشان ما تشدش معاكي وتجلد وتبقى طعمها وحش. منزله بقى سمنه وقدام حلو جدا. احطه بقى، استغله واحطه مع الرز. حطيت معلقه من السمنه ومعلقتين كده من الزيت. وبعد كده بدأت اني مش هعمل اي حاجة في الرز ولا احط له بصل ولا اي حاجة، عشان الرز ده اللي هيقعد مثلا لما للعصر او كده، والجو حر وكده. فاحنا عايزة امشي بيه. وهو يعني مفيش اي حاجة، حطيت بس الزيت، هحط التوابل تتحمص، اشم ريحة التوابل، وانزل بقى بالرز بتاعي لوحه واسيبه يستوى. مش هنحط فيه اي حاجة، يعني مش هنحط عليه اي اضافات، لا بصل بقى ولا جزر ولا كبده ولا اي اضافات ممكن نحطها عليه، عشان الحاجات دي هتاثر من العمر وتخليه يحمض بسرعه. واحنا كمان ماشيين في جو حر قوي، وبعد هنقعد شويه كتير عمل الاكل ده يتاكل على عصر على كده يعني. فحاولت كده ان اعمل كل حاجه واحطها حتى لوحدها، علشان ما فيش حاجه تحمض حاجه. انت لو حطيتي الفراخ على الكبده على الرز برضو ممكن يحمضوا بعض. فكل حاجه كانت في طبق لوحدها تبقى منفصله، عشان ايه، تبقى زي الفل. حطيت بقى الرز، وصفيت كمان كده كان في
شايفين بقى اللي نازل من الكفتة ده، صفيته على الرز، قطعه بقى ايه طعمه حلو قوي. وبرده الرز كده كان مفلفل وجميل تمام. خلصت بقى احط شويه الميه واظبط ملحه، وكده الرز معايا زي الفل وتمام وحلو قوي. يعني انتوا لو رايحين رحله او رايحين كده خلي بالكم من الحاجات البسيطه دي، علشان الاكل ما يبص منك او كده. فانا هحط كده بقى شويه الميه. اعذريني على صوتي وان انا اصلا مش قادره اطلع الكلام لاني تعبانه بس شويه يعني من المجهود واليوم وكده. لكن هو اليوم كان حلو جدا وانا اتبسطت قوي. واتمنى كمان ان انا اكرر كده الموضوع كمان مره، لاني كنت فرحانه جدا واليوم كان حلو قوي. جبت بقى طاسه وحطيت فيها شويه زيت، سخنتهم كويس جدا. ونزلنا بقى بالشاورما اللي احنا متبلينها مع بعض. الشاورما دي روعه طبعا، مقطعه لها بصل ومقطعه لها آه، فلفل، وهحطهم عليها. الناس بقى اللي بتحب الشاورما تبيض كده وخلاص داخله على السوا. اخر حاجه تتحط البصل والفلفل. وكمان في ناس تحب البصل والفلفل يقرشوا شويه، ما يبقوش مستويين او مهريين في قلب الشاورما، ده بيدوم نكهه وطعم حلو قوي. انا من الناس دي بتحب، بلاش الشاورما البصل بتاعها بيبقى مهري والفلفل بتاعها بيبقى مهري، لا، بيبقى فيهم سكه بسيطه خالص كده من القرشه الصغيره بتاعه البصل والفلفل، بيديها طعم حلو قوي. وبتكون جميله جدا هي كمان من التتبيله، وهم خدوا من التتبيله بتاعتها. وانزلي بيها صدمه كده على طول عشان ما عادش تنزل ميه، وتقفل المسام وتشرب كل التتبيله اللي هي ايه، اللي هي كانت فيها تمام. عملتها كده برضو على النار وخلصت على طول. ما عادش الا في الفراخ بس هي اللي في الفرن. هتطلع رخرة دلوقتي، وهبدأ اني ايه اعبي حاجتي. يعني خلاص انا سجبت الشاورما دي كاحتياطي يعني، علشان لو احتاجناها في العشاء وكده. اما الغدا خلاص احنا معايا الفرخه ومعايا الكفته. هحطهم كده بقى في الاطباق وتعالى نشوف هنعمل ايه. انا بحب الحاجه تكون معايا بزياده. محتاج لقيتها قدامي ساعتها حطيتها، اللي هي الغطا ده غطا لبان. هو ده اللي لقيته قدامي علشان يستحمل الحراره. مش عارفه ما كانش في طبق ساعتها سلستين قدامي ولا اي حاجه. المهم كده حطيت فيها كده وبدات كده ان انزل نقطه من الزيت دي. وكمان هحط نقطه من الزيت كده علشان ادى الدخانه صعبه. وبقوم حطاهم كده في صينيه. ما كانش عندي ورق فويل، انت لو عندك ورق فويل اكتبيهم بورق فويل. وقمت حطاهم في فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز طبعا احنا عارفين اللي هي جلده كده، داير ما يدور اصلا هيكتم الريحه، مش هيطلع اي دخان تاني. بعد كده بشوف الرز لقيته زي الفل. رحت بقى على الحوض غسلت المواعين اللي انا ايه وسخناها وظبطناها نعمل تك. اهو المواعين اتغسلت الحمد لله. المواعين اتغسلت وتمام. رحت بقى علشان ايه نغرف. غرفنا كده الكفته والفراخ في قلب طبق. ده الطبق ده كان غويط فقمت حطاهم مع بعض. المفروض انا كنت جايبه طبق للكفته، بس حسيت ان الرز هيبقى كتير على طبقين فحطيته في 3. انا كنت بقلل على قد ما اقدر الكميه. جايبين طبعا معالق من اللي بلاستيك ديت والحاجات دي عشان ايه ما ناخدش اي حاجه ونرجع بيها. الحاجات دي كلها الاكل يتاكل وتترمى. هحط كده وهحط بقى طبعا الرز كان حلو جدا وايه ومفلفل وزي الفل. ادي كده الفراخ والكفته حطيناها في الطبق ده، وهحطه كده الرز في الاطباق دي اهو. تمام بقى زي الفل. هحط بقى كل الايه شوفوا بقى بره كان الاولاد بتلبس وبنحضر بقى خلاص باخر حاجه قافله للشنطه. والعيال بتحضر الميه وبتحضر العصير. كنت عامله لهم عصير فراوله وعصير مانجا ومتلجاهم في الفريزر وواخداهم. وكنت متلجه كام ازازه تلج وواخداهم واخده كام ازازه فكه اللي عايز يشرب على طول. وكنت ساقعة بس يعني فكة يعني مفيش فيها تلج، عشان ما نشربش الحاجة وهي تلج. ومتلجة كام ازازة تقعد هي الفترة اكبر ان هي تكون ساقعة. وكنت واخدة بقى اي حاجة بقى العيال تحتاجها بقى زي ما وريكم المرة اللي فاتت في الايه في البتاع. هو بس كان كريم شايل شنطة وابوه شايل شنطة وعبد الرحمن شايل شنطة المية. فهم كانوا ال3 شنط، شنطتين بتوع مدارس. وعندي شنطة كده حاطة فيها الاكل وحاطة فيها ملايتين عشان لو رحنا قعدنا في اي مكان ما نقعدش على الارض. وبرده الملايتين دول نفعونا حلو، كانوا حلوين قوي نفعونا يعني. المهم كده ظبطت كده الاطباق.
وهحطهم ويلا بينا على الاتوبيس وعلى السفر بقى. يلا بينا نشوف اجواء بقى الرحله. مش عارفه، حسيت ان الفيديو هيبقى طويل عليكم قوي، فاحنا النهارده هنشوف قطع كده، او هنروح مع بعض الهرم النهارده. هنروح مع بعض الهرم، وبعد كده بقيه الرحله في الفيديو الجاي، لان الموضوع كان هيبقى صعب قوي. كان هيبقى عباره عن نص ساعه رحله، ومحدش هيتفرج علينا نص ساعه يعني. فقلت لا، كده هيبقى صعب بعد القصر نص ساعه. قلت لا، هقسمهم على ايه فيديوهين علشان الدنيا تبقى اهدى شويه. انا من الناس اللي بتحب تتفرج على الطريق قوي. لو انتوا كده اكتبوا لي، لكن انا كده شوفوا هوريكم اول دخلتنا بقى في الهرم. شايفين ده من بره، لسه ما دخلناش من البوابه، باينين شكل حلو جدا. ومصر دي ما شاء الله مصر جميله جدا جدا جدا. فيها اماكن سياحيه حلوه واماكن حلوه جدا ان هي تطرح وتقعد فيها، جميله ما شاء الله. يعني انت المصريين ذات نفسهم اللي ما يشوفوش العظمه اللي في بلادهم دي، والله يا خساره. يا خساره ان احنا نبقى قاعدين كده في البيوت وما شفناش لسه الاماكن دي. اماكن شكلها حلو قوي. اصعب حاجه في الهرم مرت علينا الحر والشمس. الهرم حر جدا وشمس قوي. احنا وصلنا الهرم حوالي الساعه 9 يعني في عز الشمس، وخرجنا منه حوالي الساعه 12. فالجو كان حر قوي 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 في الوقت ده. لكن طبعا هو لو اي وقت تاني انا بتهيألي كنا استمتعنا اكتر. بقى مالك بقى قريف بقى والجو حر وكده، ومحدش قادر، وكان بينت صعب قوي، لان لو هقول لكم كان الدنيا شمس ازاي. بس الاجواء كانت حلوه قوي، اتصورنا وعملنا فيديوهات عائليه وكده يعني، والجو كان جميل قوي. شايفين اوريكم الهرم؟ مش عارفه انا اوريكم ابو الهول ولا لأ، بس اتصورت عند ابو الهول كمان. وركبنا كاريتا. تعالوا بقى معانا نركب الكاريتا كده مع بعض. هي اسمها حنطور. ركبنا الحنطور، وكان يوم حلو قوي. ادي كده الاجواء كلها كانت حلوه قوي. ما شاء الله الجو كان جميل جدا جدا جدا. واتبسطت في اليوم ده قوي. خرجنا بقى وغيرنا جو. اتبسطت فيه كده. الحق تعبنا، كان في تعب جسماني يعني، بس احنا ما بنتعبش كل يوم عادي يعني. احنا كل يوم قاعدين في البيت وبنروح ما هنا وهنا وهنا في البيت. يعني بنشتغل هنا وهنا في البيت، لكن ما بنخرجش خروجه زي دي حتى لو فيها تعب شويه. انا بس تعبت عشان مالك تعبني وتعب بابا الحقيقه، لان الجو كان صعب كده. وهو كان على مقاريف بقى، وحتى مش عايز يقعد في قلب العجله، كان عايزنا نشتاله. مش عارفه احنا كنا جايبينها عشان نشتاله ونشتلها. عذبتنا الحقيقه. كنت جبت الشياله كانت اخف واحسن. ندمانه يعني الحقيقه، ما كنتش رحت بيها خالص. يعني انا الحمد لله عدت وايه بقت تمام الحمد لله. هنا بقى واحنا في الحنطور، واركب الحنطور واتحنطر تريرن تريرن. وركبنا بقى الحنطور، وكانت ركوبة حلوة قوي. يعني انا ما ركبتش حاجة كده قبل كده اصلا، انا ما روحتش الهرم قبل كده. شوفوا احنا المصريين يعني عندنا اماكن جميلة جدا، وقاعدين ولا بنروح ولا بنيجي ولا اي حاجة. هنا جوزي كان عامل هنا فيديو كده، كان بيصورنا كده عائلي. فاحنا كان قاعد يكلمنا وقاعد ايه نهزر بقى ونضحك. ربنا يخليه يا رب ويبارك لي فيه، اللهم امين. ف هنخلص كده بقى اليوم بتاعنا النهارده، وهنروح بقى ايه لفين تاني. لا تاني حاجه حديقه الحيوان هنقضيها مع بعض. خلاص بقى الفيديو بتاعي النهارده تمام على كده على الهرم. وبعد كده باذن الله بكره هبقى اديكوا بقى احنا رحنا فين تاني وعملنا ايه. الاجواء كانت حلوه جدا، بس الفيديو زي ما قلت لكم كان هيبقى طويل جدا عليكم. لو انت اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وعلى زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وعلشان كل فيديوهاتي توصلك بسهوله. ويعني ما تتعبيش فيه، ما تقوليش تدوري عليا تلاقي انا اللي جايلك لحد عندك. شكرا جدا. طبعا لو عجبك الفيديو بتضغطوا لي لايك على الفيديو ده علشان يترفع. بحب كده، ربنا يبارك لي فيكم لانكم بتقفوا جنبي على طول. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.